السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رموز النصر على العدو، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بينا على النبي يا جماعة. ايه هي الرؤى يا جماعة؟ الرؤى دي من حديث النفس. طيب، الرؤى من الله، ورؤى من ما يحدث المرء نفسه، ورؤى من الشيطان. الرؤى من الله دي يا جماعة بتبقى رؤى على، يعني ان ربنا بيوراكي رؤية دي على حق، يعني ربنا بيوريكي ان ربنا نصرك، دعائك استجاب. ماشي يا جماعة. ايه اول رمز يا جماعة؟ اللي هو ان انت تموتي التعبان. التعبان ده اكبر عدو. طيب موتيه وتخلصتي منه، او موتته وتخلصتي منه، طيب سلخته بقى وكلت من اللحم بتاعه، لك ورث، لك فلوس، لك دين، لك حاجة عنده، انت انتصرت عليه وربنا اداك النصرة والفوز ان انت اكلت من لحمه، حقك رجع لك. ده اكل لحم التعبان يا جماعة، حقك ورجع لك. ده بيبقى تعرف على طول ان ربنا نصرك وخدت حقك منه. طيب تاني رمز ايه هو يا جماعة؟ ان انت يكون لك عدو، ان انت في المنام شفت ان انت مضيفه ومقعده على سفرة او على طبلية او على ترابيزة، وعمال تحط له ياكل، عمال تتريص عليه. يعني انت ربنا بيوريك ان انت بيتذل قدامك، انت اللي متريص عليه، ربنا نصرك عليه نصرة كبيرة، انت اللي بتأكله وانت اللي عمال عزمه وعمال تحط له من خيرك. فده كسرة نفس ليه، ربنا بيوريك دعائك استجاب بالنصرة ليك والفوز عليه. طيب ضيع رقم 200 يا جماعة. لو شفت ان عدو كان مديك رقم 200 او رقم 200 اتذكر مع العدو ده، والرقم ده هو خده او ضاع او راح منك، اعرف ان ده نصر، ربنا نصرك عليه، حقك هيرجع لك. طيب لو شفت ان عدو بيديك 10 100 ألف، اعرف دي نصرة كبيرة واتمام امر ليك، ان دعائك استجاب. انت اداك 10 واداك 1000 اداك 100، اعرف على طول اتمام امر ليك وفوزة ونصر عليه، نصرة كبيرة. طيب ايه الرقم التاني اللي هو رقم الهزيمة، الرقم الوحش، رقم 8. رقم 8 ده ما تشوفوه يا جماعة صلوا وادعوا، لانه رقم وحش مش مستحب، رقم خسارة. اما من الارقام اللي هي اتمام الامر والنصرة ونصرة وفوز كبير على عدوك، رقم 10 ورقم 100 ورقم 1000. طيب ايه تاني؟ لو شفت ان انت بتضرب حد في المنام، يعني او شفت ان حد بقى ايه، يعني شفت انت ازاي ان العدو ده عمال يضرب فيك، الضرب للمضروب نصرة. هو يعني هو بيضربك بس انت اللي هتنتصر عليه، خير هيعيد عليك منه، ربنا هيرد لك حقك. اعرف على طول الضرب للمضروب خير ونصرة كبيرة. طيب ايه الرمز التاني الاخير يا جماعة؟ اللي هو ان انت بتخرج الحشرات من بيتك، خروج اي حشرات من بيتك. انت بتشوف ان انت بتخرج قطط، ناموس، بتاع صراصير، اي حاجة شفت ان انت بتخرجها وبتخرجها وعمال تقول الله اكبر ان الحاجة دي خرجت من بيتك، بعد نصرك على العدوين، كشحتهم، حشت الحسد والبلاوة عن بيتك، وربنا كرمك، دعائك ربنا استجاب ليه بتخلصك من الحشرات دي من بيتك. طيب لو شفت ان امك بتدعي لك او امك بتدعي لك في المنام وانت محتاره في امر ومش عارفه الامر ده وعمال تقولي يا رب، اعرفي ان ربنا هينصرك نصره كبيره كبيره جدا. سواء عايز بقى وعايزه تتجوز، مطلقه وعايزه تتجوز، او عايزه ترد دينها من جوزها، ارمله وعايزه حقها، اعرفي ان الدعاء ده نصره كبيره جدا. او ان انت مطلقه وخدت 1000 او 100 او 10، اتمام امر ليك بزواج او بحقك هتاخديه. عزباء شافت نفسها واخده الارقام دي، اتمام امر ليها، زواج ليها بعد طول انتظار ودعاء. فابشروا يا جماعه، دي الرؤى اللي دل على ايه؟ النصر والتخلص من الاعداء. والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.